90% من الناس بتخاف من الضريبة العقارية، لكن المشكلة عمرها ما كانت في الضريبة نفسها، المشكلة في طريقة النظر ليها. الناس أول ما بتسمع كلمة ضريبة عقارية أول حاجة بتيجي في دماغهم هندفع كام، وده مش المفروض إنه يكون السؤال الحقيقي. السؤال إن اللي دفعته ده هيضيف لقيمة عقارك إيه. وعلشان تفهم الفكرة دي بص على أي منطقة سعرها زاد آخر كام سنة، هتلاقي السبب مش إن المباني اتغيرت، السبب إن المنطقة نفسها اتغيرت. طرق ومحاور جديدة اتعملت، خدمات أكتر، سهولة وصول، بنية تحتية أفضل، وده اللي بيخلي ناس أكتر تدور في نفس المكان. ولما الناس تبدأ تدور على نفس المكان الطلب بيزيد، ولما الطلب بيزيد قيمة العقار بتزيد. وعلشان كده في الاستثمار أي تكلفة ليها رقم وليها قيمة، والقرار الصح يتبني على قيمة مش رقم. وكل تطوير بيحصل في المنطقة بينعكس على قيمة عقارك. ومع الوقت بنكتشف إن العقار مش مجرد أصل اشتريته، ده أصل بتكبر قيمته مع كل خطوة تطوير حواليه. وعلشان كده دايما بنقول إن العقار هو الابن البار، وما تنساش تعمل فولو للمستشار.